أهلا بيكم في الفيديو الأول من سلسلة نتعلم بلندر. الفيديو الأولاني إن شاء الله هنتعرف فيه إزاي نحمل برنامج بلندر على أجهزة الماك. أنا كنت شرحت قبل كده فيديو بيشرح عن إن احنا نحمل برنامج بلندر بس على أجهزة الويندوز. الفيديو ده إن شاء الله هيكون يعني بسيط وسهل. أحب بس أفكركم في حاجة أولانية، إن برنامج بلندر برنامج مجاني بالكامل، فاحنا مش محتاجين أي حاجة غير إن احنا بس نتبع الخطوات دي، وواحدة واحدة إن شاء الله هنعرف نحمله سوا. هاجي اكتب في السيرش بلندر وبفتح لي اول حاجه طلعت لي في السيرش، وبعدين هاجي ادوس عليها. هتلاقوني حاطه لكم اللينك طبعا تحت في صندوق الوصف، ومش هعمل اي حاجه غير ان انا هاجي فوق واقول داونلود، وبتظهر لي العلامه الزرقاء دي هنستخدم النسخه الاخيره من برنامج بلندر اللي هو 4.5، واقول له داونلود بلندر. بستنى شويه وبتحملها لي من فوق، دقيقتين 3 على حسب سرعه النت عندكم هتلاقوها اتحملت. طيب انا هنا بعد ما هي اتحملت لي، انا كنت محملاها قبل كده، فهاجي ادوس بس العلامه اللي هي بتفتح لي السهم الكبير ده عشان يتفتح لي، هاجي ادوس عليه وبتوصل لي كده ان انا هحطه في الفايل ده. بس انا بسحب الايكون بتاعت بلندر دي وبحطها في الفايل عندي هنا. انا طبعا عشان كان زي ما قلت لكم انا كنت محملاه، انتوا مش هتظهر لكم الايكون دي. تمام كده، هو كده خلص. باجي بعمل في السيرش بلندر، هقول له تمام، وبس كده البرنامج بيتفتح لي. يا رب تكون الطريقة كانت سهلة معاكم وما واجهتكمش أي مشاكل. لو حسيتوا إن في مشاكل واجهتكم في الخطوات واحدة واحدة، اكتبوا لي في الكومنت أو ابعتوا لي على الإيميل، هتلاقوني حاطاه في صندوق الوصف. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية.